انذار على أردا جولر كامافينجا، انذار بورقة حمراء لكامافينجا. يا ولدي راهو عيني ما تغلطنيش، التغيير قلت لكم فيه وعليه، اسم دخل وهذا كامافينجا، اسم دخلك في كامافينجا. خل ورقة صفراء الثانية. الآن الريال يلعب تحت ضغط كبير، دقائق من النهاية. كامافينجا راتبه 5 مليار دولار، يعمل عنده انذار ويعمل هفوة في وسط ميدان بايرن قريبة للحارس نوير. فسروني والله مدرب لعاد يضرب معايا ضربة. فاز بايرن ميونخ على ريال مدريد ب4 أهداف مقابل 3 في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي أقيمت يوم 9 من أبريل عام 2026 على ملعب أليانتس أرينا في ميونخ. وبدأ اللقاء سريعا بهدف مبكر لريال مدريد عن طريق أردا جولر في الدقيقة الأولى، قبل أن يعادل بايرن النتيجة عبر ألكسندر بافلوفيتش. وعاد جولر ليسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 29، ولكن هاري كين أعاد التعادل لبايرن في الدقيقة 38. وقبل نهاية الشوط الأول وبعد ذلك منح كيليان مبابي التقدم مجددا لريال مدريد. وفي الشوط الثاني تغيرت مجريات اللقاء بعد طرد إدواردو كامافينجا في الدقيقة 86 ليستغل بايرن النقص العددي ويسجل لويس دياز هدف التعادل في الدقيقة 89، قبل أن يخطف مايكل أوليز هدف الفوز القاتل في الدقيقة 94. وبهذا الأداء الدرامي قلب بايرن الطاولة رغم تأخره 3 مرات ليحسم المواجهة ويتأهل إلى نصف النهائي، بينما ودع ريال مدريد البطولة بخيبة أمل كبيرة. على لويس دياز أضافوا للمنظومة بشكل كبير، وده يحسب للمدرب. الأخطاء اللي حصلت النهاردة أخطاء تخوف طبعا متابعي ومحبي بايرن ميونخ قدام باريس سان جيرمان، والأمور هتكون أصعب من كده. إنما الريال ما استحقش يا عبد العزيز للأمانة، الكرة فيها عدالة، الكرة فيها عدالة. اللي حصل النهاردة من ريال مدريد استثناء، الروح اللي انت بتشوفها والأداء والكفاح والروح اللي لعب فيها ما شفتهاش طول السنة.